تخيل كده لو انت صحيت في يوم في مدينتك لقيت غارة على المدينة مكونة من 1000 طيارة، وكل طيارة بتنزل كم كبير جدا من الصواريخ، وكل صاروخ بيتسبب في دمار كم كبير من البيوت وبيؤدي إلى وفاة أعداد مهولة. هو ده الحال اللي كانت عليه ألمانيا في وقت الحرب العالمية الثانية. الأمة الألمانية اللي لقت نفسها ضحية، الأمة الألمانية اللي لقت نفسها بتدفع ثمن أخطاء هتلر وبتشيل ضريبة حلم هتلر في الزعامة. الأمة الألمانية اللي بتنتج منتجات كلنا بنحلم إن احنا نستخدمها. مين فينا مثلا ما بيتمناش إن هو يركب مرسيدس أو يركب BMW؟ مين فينا ما بيتمناش إنه يلبس من نايك أو يلبس من أديداس؟ لكن السؤال هنا، إزاي الأمة دي اتحولت من دولة منهارة، دولة ما فيهاش طوبة على طوبة، رجالتها كلها إما مصابة أو إما قاعدة أو إما ماتت في الحرب، لدولة هي الرابعة اقتصاديا على مستوى العالم؟ وهو ده موضوع الحلقة بتاعتنا النهاردة، النهضة الاقتصادية الألمانية. دي المصطبة وأنا عيسى، أهلا بيكم. احنا مش هنتكلم في الحلقة دي عن الحرب العالمية التانية ولا عن هتلر، لان احنا ذكرناهم كتير في الفيديوهات السابقة. احنا هنتكلم عن حل ألمانيا بعد الحرب العالمية التانية، المعجزة الاقتصادية اللي غيرتها بل وغيرت نظرة العالم لألمانيا، المعجزة اللي بدأت من مايو سنة 1945 لما دخلت قوات الحلفاء برلين وانتحر هتلر في 30 إبريل عام 1945. بدأوا الحلفاء انهم يقسموا الغنيمة بينهم، لكن قبل كده فكروا في ازاي يقتلوا اي فرصة لألمانيا انها تقوم وترجع تاني لقوتها اللي كانت معروف واللي وصلت انها رعبت العالم كله، خاصة بعد ما احتلت باريس وكانت على اعتاب بريطانيا. قعدوا الحلفاء يفكروا ايه السر اللي ممكن يمنع نهضة ألمانيا. لقوا السر في المصانع، فراحوا بسرعة يفككوا المصانع المهمة واللي كانت بتنتج الصناعات الثقيلة زي السيارات والحديد والصلب والأسلحة، وسابوا بعض المصانع اللي كانت صناعتها مش مهمة أوي مع المصانع المدمرة في الحرب، وقالوا كفاية على الألمان إنهم يشتغلوا في الزراعة. ده كمان راحوا مقسمين ألمانيا لدولة شرقية ودولة غربية، وعشان يزودوا الطين بلة فرضوا على ألمانيا ديون لازم ألمانيا تسددها، واللي كانت بتقدر في وقتها ب30 مليار دولار، طبعا بعد ما يتضاف إليها تعويضات الحرب العالمية الأولى. وعشان تعرف كارثة الرقم ده، فالمليار في الوقت ده كان بيساوي 10 من وقتنا، يعني 30 مليار دولار يعملوا 300 مليار دولار في سنة 2023، وده كله عشان تقطع الدول العظمى الطريق عن ألمانيا لأي محاولة للنهوض. ده غير كمان إن مساعدات مارشال اللي راحت للدول المتضررة من الحرب العالمية التانية كانت حصة ألمانيا فيها قليلة جدا، تكاد تكون بعض الملايين اللي حتى ما تكفيش بناء مصنع واحد. تخيل معايا كده، الشعب الألماني لقى بلده متقسمة، ده غير كمان مفروض عليها حصار، ده غير إن كل مدنها مدمرة وكمان عليها ديون ومصانعها متفككة ومسروقة. كل الحاجات دي أثرت على نفسية الشعب الألماني لدرجة إنه بدأ عدد منهم ينتحر، والعقول كانت بتهرب لأمريكا عشان كانوا شايفين إن مفيش أمل في بلدهم إنها تقوم. بعد سنة 1945 فكروا القادة كده في حيلة يسددوا بيها الديون، وهو إنهم يطبعوا كم من الورق النقدي اللي يسددوا بيه الديون، وبكده يكون عندهم القدرة إنهم يبدأوا النهضة بتاعتهم. لكن الموضوع ده منجحش لأنه عمل عندهم تضخم. إزاي؟ أنا أقولك، لما يتم طبع عدد كبير من الفلوس وتنزل السوق، فبالتأكيد الناس هيبقى معاها فلوس كتير، فبتروح السوق عشان تشتري المنتجات اللي هي محتاجاها، فبيزيد الطلب على المنتجات دي مع قلة المعروض بسبب الحرب. ده بيخلي التاجر يبيع المنتج بضعف ثمنه. يعني لو فرضنا مثلا إن مواطن راح يشتري كيلو طماطم من السوق وكان عامل 4 جنيه، بقى نتيجة العرض والطلب بيساوي 8 وهكذا. فده طبعا بيؤدي إلى إن قيمة العملة بتقل، فده بيؤدي لتضخم. المهم زاد التضخم عن حده والفلوس فقدت قيمتها بشكل كبير، لدرجة إن الألمان كانوا بيولعوا بالفلوس النار وكانوا الأطفال بيلعبوا بيها. ألمانيا كانت كابوس في الوقت ده. طب إيه اللي حصل؟ إيه اللي حولها للشكل اللي إحنا عارفينه ده؟ هقولك. الموضوع كله بدأ من واحد اسمه لودفيغ إيرهار، وده كان رجل اقتصاد، كتب مقالة كده هاجم فيها هتلر وحكمه النازي وتنبئ كمان بخسارته، وكتب مقال وعمل فيه تصور كامل لنهضة الاقتصاد الألماني من جديد. من اللي يقرأ المقال؟ أمريكا. وأمريكا نصح أي حد تحسه إنه هينفعها حتى لو كان من ألد أعدائها تاخده تحت باطها على طول.
خدت إيرهارد وعينته وزير الاقتصاد في ولاية بافاريا، وبعدها رجع ألمانيا وتعين في اللجنة الاقتصادية لإعادة إعمار ألمانيا الغربية، وألمانيا الغربية هي اللي هنركز عليها لأنها صاحبة المعجزة. إيرهارد قالك قدامنا طريقين لازم نمشيهم بالتوازي عشان نعيد نهضة ألمانيا. الأولى إن احنا نأسس اقتصاد إنتاجي يعتمد على الإنتاج الصناعي. الخطوة الثانية إن احنا نعيد إعمار المباني المدمرة في ألمانيا. الرجالة مهمتها الإنتاج الصناعي، والستات مهمتهم تجميع ركام المنازل وإعادة إعمارها. بس في مشكلة، المصانع متفككة أو متدمرة أو اللي اتبقى منها ما بينتجش حاجة مهمة. إيرهارد قالك بسيطة، احنا نستخدم المصانع الموجودة وننتج بيها، والأرباح اللي تطلع منها ندخلها في إعادة إعمار وإصلاح المصانع التلف. وكان الألمان بيشتغلوا فوق 10 ساعات يوميا، وكانوا بيعملوا حاجة اسمها وقت إضافي من أجل ألمانيا، وده إنهم بيشتغلوا 5 ساعات تانية إضافية بلا أجر. وفعلا البلد بدأت تقوم والإنتاج بيزيد والخطة نجحت، وفي 3 سنين بس كانت ألمانيا رجعت بنت نفسها من تاني وصلحت بيوتها، وبدأت المصانع إنها تتبني لحد ما طلعت مقالات صحفية بتتكلم عن المعجزة الألمانية اللي حصلت في 3 سنين بس. نيجي بقى لفترة السبعينات، واللي كانت بداية حصاد ألمانيا لتعب أكتر من 25 سنة، والبداية كانت سنة 1971 لما سددت ألمانيا الغربية آخر قسط للدين العام اللي عليها، وبكده هي اتحررت رسمي من تحكم القوى الغربية فيها، وبدأت الانطلاقة بتاعتها من دولة نامية لدولة في طريقها إنها تتسيد أوروبا. فكانت بتقدم مساعدات لكل الشركات الناشئة، وكمان كانت بتقدم امتيازات لأي استثمار أجنبي، يعني مثلا كانت بتقلل الضرائب أو بتدي إعفاءات جمركية لأي مستثمر في مقابل إنشاء المصانع عندهم. والمنتج الألماني كان خد صيت وسمعة كبيرة في العالم كله هو والياباني، وزاد دخل الفرد لحد ما وصل ل 13,000 دولار في السنة. والتعليم اتطور، والمنظومة الصحية كان بيتضرب بيها المثل في أوروبا كلها. نخش بقى على فترة الثمانينات، واللي كانت بداية لتغيرات سياسية مهمة في ألمانيا. احنا عمالين نذكر ألمانيا الغربية بإنجازاتها، أمال فين ألمانيا الشرقية؟ بص يا سيدي، ألمانيا الشرقية كانت تحت سيطرة الاتحاد السوفيتي، وده كان نظامها مختلف تماما سياسيا واقتصاديا عن ألمانيا الغربية. حكمها كان حكم شيوعي، والحكم الشيوعي ده زي ما قال عليه الدكتور مصطفى محمود الله يرحمه في مقال 10 وصايا للحاكم، إنها رحمة في ظاهرها وباطنها عذاب. فكانت ألمانيا الشرقية ديكتاتورية من أول يوم الانفصال، ما كانش فيه حريات ولا تعدد أحزاب، ولا كان فيه تداول سلطة إلا بطلوع الروح. بس الشهادة لله، المواطن الألماني في الشرق هو اللي في الغرب كان بيتفانى في عمله لأقصى درجة، لدرجة إن في تمانينات القرن العشرين المواطن في ألمانيا الشرقية كان الأعلى دخل في الدول الشيوعية ب23,000 دولار. بس برضو كانوا الألمان بيعانوا من السياسات القمعية اللي كانت بتتفرض عليهم، وحارق دمهم قوي نص بلدهم المقسوم، واللي زاد وغطى إنه متطور عنهم بمراحل. ده كفاية إنهم قدروا يسددوا الديون اللي عليهم في 20 سنة بس. أما الجزء الشرقي فلسه بيعاني من دفع الديون والسياسات القمعية وتدخل الاتحاد السوفيتي في شؤون الحكم عندهم. فبدأت المظاهرات اللي بتطالب بإعادة توحيد ألمانيا وهدم جدار برلين، وده كان في آخر الثمانينات. لكن الحكومة ما كانتش بتفكر، فكانت بتبعت القوات عشان تقمع المظاهرات دي. في الوقت ده الاتحاد السوفيتي كان بيحارب بقواته في أفغانستان، فما كانش في أحسن حالاته، خاصة وإن الحرب دي بتسبب خسائر فادحة في الاقتصاد السوفيتي. مع زيادة القمع والفشل الاقتصادي والسياسي، الجمهوريات المتحدة مع السوفيت كانت بتطلب إنها تنفصل عن الاتحاد السوفيتي وتأسيس جمهوريات مستقلة، وطبعا الاتحاد ما كانش بيفكر، كان بيقمع على طول. وفضل الحال ده لحد سنة 1990 لما مسك مين؟ ميخائيل غورباتشوف، والراجل مسك الاتحاد السوفيتي وكان شبه منهار، حرب خسرانين فيها، مظاهرات ضد القمع، ووضع اقتصادي سيء لأقصى درجة. غورباتشوف قال لك خلاص احنا نشوف الغرب بيعمل ايه ونحاول نعمل زيه، وقرر انه يعيد هيكلة الاقتصاد ويسمح بالانفتاح الاقتصادي شوية، كمان يدي فرصة للتعبير عن الرأي. فالألمان شافوها فرصة وقالوا لك بس هنمسك في الفرصة دي ما نسيبهاش. وطبعا كان قبل كده كان في مظاهرات عديدة من سنة 1989 في ألمانيا من الجانبين الشرقي والغربي، وهدوا جزء بسيط من الجدار العازل اللي كان بيفصل برلين لحد ما اتجددت الاضطرابات دي لمدة 3 أسابيع. أعلنت بعدها ألمانيا الشرقية عن إمكانية الوحدة تاني مع ألمانيا،
فبدأ هدم الجدار رسميا في 13 يونيو عام 1990 وانتهى من هدمه في نوفمبر عام 1991. وتوحدت ألمانيا في أكتوبر سنة 1991، وتوحيدها ده كان إعلان نصرها التاريخي على كل أوروبا، لأن الأمة الألمانية رجعت هيبتها تاني وأثبتت للعالم كله إن المستحيل ليس ألمانيا. وفي 1 نوفمبر 1991 اتأسس الاتحاد الأوروبي، كانت ألمانيا من أول المشاركين فيها. بس يا سيدي، ومن بعدها ألمانيا هي سيدة أوروبا في كل حاجة، في الاقتصاد هي الأقوى، في التعليم والصحة هي الأفضل، في الديمقراطية حدث ولا حرج، وهي كمان عاصمة الاتحاد الأوروبي، وفيها كمان البنك المركزي الأوروبي اللي بيطبع اليورو. ألمانيا بدأت من تحت الصفر لحد ما بقت النهاردة معادلة صعبة. الرسالة دي هي لينا ولكل شاب حاسس باليأس. مؤكد إن هيجي اليوم ونحقق فيه معجزة تاريخ يحكي عنها، وهنبقى مثال يحتذى به من الدول الصاعدة. فقط محدش يفقد الأمل ولا الإيمان بالله، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال تلك الأيام نداولها بين الناس. بس كده، ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وشكرا.